السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء طلبة الصف الثاني الثانوي أزهر وعام. أهلا بكم مع محاضرة جديدة من مادة الفيزياء. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن حل المستويات اللي هو كتاب الامتحان. طبعا هنكمل حل كتاب الامتحان مع بعض. هنحل النهارده مستويات عليا على درس الضغط. تمام، الضغط والضغط عند نقطة باطن سائل. فأنا عندي النهارده إن شاء الله هنبدأ بالمستويات العليا بتاعة الإيه؟ الضغط اللي هو عند نقطة في باطن سائل. ماشي. انت فاكر معايا؟ هفكرك كده الاول ان الضغط عند نقطه في باطن سائل، اذا كان السائل ده معرض للضغط الجوي هيبقى بي اي زائد بي سائل، اللي هو بي سائل دايما رو جي اتش. تمام. طيب برضو لو غير معرض للضغط الجوي، يعني الاناء غير معرض يعني متغطي، فهيبقى البي اللي عندك اللي هو الضغط عند نقطه في باطن سائل هي مين؟ هو الرو جي اتش فقط. تمام. تعالوا كده مع بعض نبدا نفتكر مع بعض كده. هو بيقول لي جسمان مصمتان لهما نفس الابعاد من معدنين مختلفين وضع على سطح افقي كما بالشكل، فكان الضغط الناشئ عنهما متساوي. هو ده مفتاح الحل بتاعك. الضغط الناشئ عن، طبعا الحجم هنا هو نفس الحجم هنا، صح؟ طيب تمام. بما ان الضغط بقى متساوي فانت هتبدا تقول ليه؟ هتبدا هنا هتقول لي بما ان بي واحد بتساوي بي 2. طيب مين اللي بيأثر على واحد؟ طبعا هنا طبعا البي اصلا عباره عن ايه؟ عن اف على ايه؟ صح؟ اف على ايه؟ تبقى ام واحد جي على ايه؟ واحد هتساوي ام 2 جي على 2. دي طبعا تروح مع دي، يبقى كده اقدر اقول له ان ام واحد على ايه واحد بتساوي ام 2 على 2. طيب ام واحد الاي واحد بكام؟ الاي واحد اللي هو الشكل ده بايه؟ هتساوي ام 2 على 2 ايه. طبعا الايه هتروح مع الايه، يبقى كده نسبه ام 1 الى ام 2 هتبقى بنسبه كام الى كام؟ خلي بالك الواحد مضروبه في 2 تبقى الاثنين تحت هنا كده، عشان لما تيجي تعمل طرفين في وسطين. تمام، الاثنين معاها تحت هنا، يبقى هتطلع ام 1 على ام 2 بنص. ايه علاقه ام 1 بام 2 برو 1 على رو 2؟ ما هي مش الرو مع الام علاقه طرديه عند ثبوت الحجم، ما هو الحجم هنا هو نفس الحجم هنا. طيب يبقى عند ثبوت الحجم الرو 1 على رو 2 بتساوي ام 1 على ام 2 تطلع بنص، صح كده. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي هنا في الشكل المقابل يوضح كل من مساحة قاعدة وارتفاع مجموعة من الكتل المصمتة المنتظمة الموضوعة على مستوى أفقي. فإذا كانت الكتل، خلي بالك بقى، اس كيو زد، اس اللي هم اللون اللي هم نفس اللون اهم، الاس والكيو والزد، قال لك ايه بقى؟ مصنوعة من نفس المادة. تمام. وكثافة مادتها، كثافة المواد دي كده، قال لي نصف كثافة المادة تي. يعني مثلا لو أنا افترضت إن كثافة الاس رو، لو انا افترضت ان اس برو وعندك ده برضو هيبقى زيها رو وده زيها رو عشان من نفس الماده، يبقى ده على طول 2 رو. في مشكله؟ لا ان شاء الله مفيش مشكله. ماشي. هو بقى بيقول لي من نفس وكثافه مادتها نصف كثافه ماده الماده تي، يبقى التي هي اللي ضعفها يعني. فاي الكتلتين من الكتل التاليه تؤثران على المستوى بنفس الضغط. نفس الضغط. طيب انا عندي طبعا الضغط بيساوي ايه؟ ها؟ هنا انت لو انت قلت لي احنا هنشتغل على المساحه يبقى عندنا مشكله. نشتغل على مين هنا؟ هنا نشتغل على الارتفاع هيبقى افضل، لان مديك الكثافه. بما ان مديك الكثافه يبقى اشتغل على الرو جي اتش. تمام؟ مديك الكثافه ومديك الارتفاع، اشتغل على الرو جي اتش. تمام كده؟ ماشي. انت كنت تشتغل على الايه؟ لو هو مديني الايه؟ الكتل. لو مديني الكتل هنا تبقى ام في جي على ايه؟ طيب فهنا في الحاله ديت انا هشتغل بالرو جي اتش. فهنا لو انا جبت البي بتاع التي ده، الجسم ده هيبقى البي تي هيبقى ايه بقى؟ رو اللي هي ب 2 رو، الجي بجي، الاتش بتاعتها باتش، يبقى 2 رو جي اتش. طيب عايز البي اس، البي اس هيبقى الرو جي اتش، الرو بتاعتها برو، والجي والاتش هي اللي ب 2 تبقى 2 رو جي اتش. طب ما هي دي زي دي، يبقى ينفع التي والاس. ماشي كمل معايا. عايز البي كيو، البي كيو هيبقى الرو برو جي اتش. طيب عايز الرو زي البي زد، نفس الكلام، هتبقى الرو بتاعتها برو والجي والارتفاع بتاعها اتش. يعني ينفع الاثنين دول مع بعض؟ ينفع الكيو والزد، وينفع التي والاس اللي موجود منهم هو التي والاس. مفيش كيو زد. لو كان في كيو زد كنت اخترت كيو زد، لكن مفيش كيو زد. ماشي. اللي بعده بيقول لي اناء يحتوي على سائلين واحد واثنين لا يمتزجان كما بالشكل. ماشي. يا ترى ايه اللي هيتم بقى؟
قال لك اذا كان الضغط الكلي عند النقطه اكس هو 1.2 بي، الضغط الكلي هنا كده عند النقطه دي البي اكس بتساوي 1.2 بي اي. بس خلي بالك بقى، هي النقطه اكس دي مين اللي بيأثر عليها؟ ما احنا اتفقنا ان النقطه بتتأثر باللي فوقها. طب مين اللي فوق النقطه اكس؟ اللي فوق النقطه اكس شويه السائل دول والضغط الجوي. يبقى هنا هتقدر تقول لي بقى ان هو هيبقى عباره عن يعني كده البي اكس كلها ب 1.2 بي اي هتساوي بي بتاع السائل اللي عندي زائد البي اي. تمام؟ طيب كده بي بتاع السائل بكام؟ ما هو انت هتجيب لي دي هنا باشاره مخالفه تبقى 1.2 بي اي ناقص بي اي واحد، يعني 1.2 ناقص 1 تطلع ب 2 يبقى بي بتاع السائل اللي فوق هيساوي كام؟ 2 بي اي. ركز كده معايا. يبقى كده شويه السائل دول اللي هم الاصفر ده بكام؟ ب 2 بي اي. طيب مش الارتفاع ده قد الارتفاع ده؟ تمام. بما ان الشويه السائل دولت 2 بي اي فممكن يكونوا شويه السائل دولت 2 بي اي على اساس ان الاتش هنا بتساوي الاتش هنا. بس في حاجه ثانيه، دايما السائل اللي تحت بيبقى كثافته اكبر من السائل اللي فوق. دايما السائل اللي تحت كثافته اعلى من السائل اللي فوق، يعني لو السائل اللي فوق رو اللي تحت يبقى 1.5 رو او 2 رو او 3 رو على حسب. ماشي. هو بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك الضغط الكلي عند النقطه واي. طب ما عند النقطه واي هيبقى كام؟ البي واي هتبقى بي اي زائد بي 1 زائد بي 2. ماشي. هنا بالنسبه لي يبقى الضغط الكلي عند النقطه واي، عد معايا كده، هيبقى البي اي والبي 1 والبي 2. ماشي. هنا دي كده ب 2 ودي ب 2 وده بواحد، يبقى مجموعهم كام؟ 1 زائد 2 بي اي زائد 2 بي اي هتساوي كام؟ 1.4. بس ركز معايا في حاجه انا قلتها لك، قلت لك السائل اللي تحت دايما كثافته تبقى اكبر من السائل اللي فوق. يعني اذا كان ده 2 يبقى ده اكبر من 2. تمام؟ اكبر من كام؟ من 2 و10. يبقى هنا لما تيجي تقول لي بقى البي كل عند الواي هتبقى اكبر من 1.4. ما تختارش 1.4، هتختار بقى حاجه اكبر منها اللي هو كام؟ 1.5. هو قال لك يمكن ان يكون، قال لك يمكن ان يكون. طيب يعني هنا دي هتبقى عمليه ايه؟ تقريبيه. فهنا بس عشان تبقى فاهم من السؤال ان انا عندي كثافه السائل اللي تحت بتكون اكبر من كثافه السائل اللي فوق. فاذا كان الاتش ده ب 2، تمام كده، فان الاتش ده هيبقى اكبر من 2، يبقى لما تيجي تحسب 1 زائد 2 زائد رقم اكبر من 2 هتطلع تقريبا كام؟ 1.5. طيب السؤال الرابع. السؤال الرابع رسم بياني. هو هنا بيقول لي ايه بقى؟ الشكل البياني المقابل يمثل العلاقه بين الضغط B عند عده نقاط في باطن سائل وعمق هذه النقاط من سطح السائل H في 3 خزانات كل منها مملوء بسائل مختلف. فإن السائل الذي لا يؤثر عليه الضغط الجوي، طبعا السائل الذي لا يؤثر عليه الضغط الجوي يبقى بادئ من الصفر، يبقى هو سي، يبقى اللي هو بادئ منين؟ من الصفر. تمام؟ اما السائل الذي له اكبر كثافه اكبر ميل، سواء الخط اللي فوق ده A او B او C الميل بتاعك رو جي. تمام؟ والجي كده كده ثابت، يبقى اللي ميله اكبر اللي هو زاويه ميله اكبر هيبقى هو اللي كثافته اكبر. مين اللي زاويه ميله اكبر؟ بص كده، السي عامل 60 والبي عامل 30 والاي عامل 50. الاي عامل 50 يبقى مين اكبر؟ يبقى السي برضو. يبقى السائل الذي له كثافه اكبر هيبقى سي. ماشي. عايز قيمه الضغط الجوي. قيمه الضغط الجوي هي الجزء المقطوع من الصادات اللي هو ده. واحد في كام؟ في 10 اس 5 اللي هو طبعا هيبقى 1 في 10 اس 5 اللي هي 10 اس 5 بي. تمام؟ طيب السؤال الخامس بيقول لي 4 أواني كل منها بيحتوي على سائلين 1 و2. تمام. لا يمتزجان. رو 2 بتساوي 2 رو 1. ماشي. خلي بالك الرو 2 اللي تحت الرو 2 اللي تحت يعني مثلا لو انا افترضت ان دي 2 رو يبقى دي رو، دي زيها 2 رو يبقى دي برضو رو، 2 رو تبقى دي رو، 2 رو تبقى دي رو. طيب تمام. بيقول لك بقى هنا ايه؟ هو عايز في اي من هذه الاواني يكون ضغط السائلين عند النقطه اكس، ضغط السائلين عند النقطه اكس ضعف ضغط السائل. هو المفروض ضغط السائل عند النقطه اكس ضعف ضغط السائل، يعني عايز البي اكس على البي واي بتساوي 2:1. عايز الشكل فيهم مين فيهم اللي هيديني بي اكس على البي واي بكام؟ ب 2:1. طيب بص معايا واحده. طب ما ناخد رقم الف كده. رقم الف خلي بالك
هنا الجزء اللي فوق ده رو جي اتش صح؟ وده 4 رو جي اتش. 4 ما هو 2 في 2، ما هو الكثافه ب 2 رو تمام، و2 اتش، 2 في 2 يبقى كام؟ 4 رو جي اتش. يبقى دي كده رو جي اتش، ودي كده هتبقى كام؟ 4 رو جي اتش. طيب تمام، ركز معايا بقى. هنا في الحاله دي لو انا افترضت ان الرو جي اتش بواحد ببي، يعني الرو جي اتش الواحده ببي، يبقى هنا هيبقى دي بي ودي كام؟ 4 بي. ركز بقى معايا. هنا بي اكس او بي واي، خليني اقول لك بي اكس على البي واي. بي اكس على البي واي، هو مين هنا اللي بيأثر على اكس؟ اللي بيأثر على اكس كل ده اللي هو ايه بقى؟ البي والاربعه بي، يبقى 5 بي. طب مين اللي بيأثر على واي؟ اللي فوقها بس، اللي فوقها اللي هو البي، يبقى 5 بي على بي. دي ما تنفعش، انا عايز نسبه 2 الى 1. بص اللي بعدها، لو ما فهمتش الاولانيه بص اللي بعدها. هنا بالنسبه لدي دي كده هتبقى رو جي اتش، الجزء اللي فوق ده اللي هو الاصفر رو جي اتش. طب الرو جي اتش عندي بي، طب وده هيبقى 2 رو جي اتش. 2 رو جي اتش تبقى 2 بي. لما تيجي تقول لي بقى بي اكس على بي واي هتساوي ايه؟ مين اللي بيأثر على اكس؟ بي و2 بي، يعني 3 بي. مين اللي بيأثر على واي؟ البي بس اللي فوقها بي، دي بنسبه 3 الى 1 ما تنفعش. طب هنا دي هتبقى رو جي اتش اللي هي بي، ما انا عندي كل رو جي اتش بعتبرها بي يعني، وده هتبقى 2 رو في جي اتش، يبقى 2 رو جي اتش دي تبقى 2 بي. برضو دي كده بي اكس على بي واي. مين اللي بيأثر على اكس؟ مين اللي فوق الاكس؟ البي وال2 بي، يعني 3 بي. ومين اللي فوق الواي؟ بي بس، برضو دي 3 لواحد ما تنفعش. طب هنا برضو دي كده خلي بالك بقى، دي هتبقى 2 اتش في رو في جي، يبقى 2 رو جي اتش، يعني دي لوحدها 2 بي. طب ما هي دي 2 رو في جي اتش، يبقى دي برضو 2 بي. ركز معايا عشان هي دي اللي هتطلع صح ان شاء الله. بي اكس بقى على البي واي، يا ترى مين اللي بيأثر على اكس؟ اللي بيأثر على اكس الاثنين بي دول، وكمان الاثنين بي دول، يبقى 4 بي. مين بقى اللي بيأثر على واي؟ الاثنين بي اللي فوقها، دي تطلع فعلا 2 الى 1، يبقى هي دي الاختيار بتاعي، يبقى هو ده. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي خزان منتظم الشكل ارتفاعه 120 سنتيمتر مملوء تماما بماء كثافته كذا، ده كثافه الماء، فكان الضغط عند قاع الخزان بواحد. طيب في الحاله الاولى، يعني انا مثلا لو انا هجيب في الحاله الاولى عايز اشوف الضغط في الحاله الاولى اهو، وليكن ده الايه؟ ده الاناء بتاعي او اللي هو الخزان بتاعي، ارتفاعه كله 120 سم تمام. هنا ده البي واحد هو عند قاعده الخزان. البي واحد هيساوي ايه؟ رو جي اتش. رو جي اتش الرو عندك ب 1000 والجي 9 و8 والاتش بقى كلها اللي هي 120 سم، 120 في 10 سالب 2 هتطلع برقم. احسبه بقى معاك. بص بقى ركز بقى في الحاله الثانيه. قال لك طب لو انا جيت بقى رحت جاي عامل ايه؟ رحت مفضي الخزان تمام؟ فضيت الخزان، وبعدين لما فضيت الخزان رحت جاي مقسمه الى 3 اجزاء. ايه بقى ال3 اجزاء معايا؟ اولا قال لك ايه؟ قال لك فاذا تم افراغ ثلثي حجم الماء. ثلثي حجم الماء الثلثين ال 120 كام؟ 80 صح؟ فانا هفضي 80 وهخلي 40 تحت ميه، يعني في ميه تحت 40 سم تمام كده؟ طيب ال 80 بقى هقسمهم ازاي؟ قال لك ثم ملأ الخزان مره اخرى عن طريق صب حجمين متساويين، حجمين قد بعض من سائلين. الكثافه النسبيه للاول 8 من 10 اضرب في 1000 تبقى 800، والثاني 1.2 من 10 اضرب في 1000 تبقى 1200 تمام. علما بان السوائل الثلاثه في الخزان لا تتفاعل او تمتزج مع بعضها البعض، فان نسبه التغير في الضغط في الحاله الاولى انت حسبتها، هاتها لي بقى في الحاله الثانيه. كده انت قسمت ال 80 دولت الى جزئين، جزء فيه سائل كثافته 1200 تمام وارتفاعه 40 سم، والجزء الثاني فيه سائل كثافته 800 وارتفاعه برضه 40 سم. تعالى بقى هات لي الضغط في الحاله الثانيه اللي بيأثر على القاع، هيبقى بي 2 بتساوي ايه؟ بقول لك فان نسبه هنا الاول هات البي 2 الاول، ونسبه التغير في الضغط ده هتطرحهم من بعض، فجيب البي 2. مين اللي بيأثر على النقطه دي؟ رو جي اتش ميه، ورو جي اتش بتاع السائل 1200 ورو جي اتش بتاع السائل كام؟ 800. هتبقى رو جي اتش ميه زائد رو جي اتش بتاع السائل الاول زائد رو جي اتش بتاع السائل الثاني. لما تيجي تعوض رو ميه ب 1000 الجي بتاعتها بكام؟
9 و8. في الاتش بتاع الميه 40 سم اللي هو 40 على 100، 40 في 10 سالب 2 يعني 40 على 100 ماشي، زائد دول كده مع بعض اهم، زائد الروج اتش بتاع السائل الثاني اللي هو كام؟ 1200 في 9 و8. في الاتش برضو 40 على 100 اللي هي 4 من 10 يعني، تمام، دول مع بعض كده، زائد السائل الثالث الرو بتاعتها 800 في الجي 9 و8. في الاتش كام؟ برضو 40 على 100، دول كده مع بعض. جمع دول كده وطرحهم من الرقم الاولاني اللي هو ده، يعني هتطرح بي 2 من بي 1 هتلاقي على فكره الرقم ده هو نفس الرقم ده، لما تيجي تطرحهم من بعض هيديك التغير 0 0%. طيب تمام. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا 7 الشكل المقابل يوضح منزل عند اسفل عند اسفل تل. ماشي، منزل اهو وده التل بتاعك. قال لك بيزود تل بيزود بالماء من خزان ارتفاعه 6 متر. خلي بالك الخزان ارتفاعه هنا كام؟ 6 متر. طيب قال لك ممتلئ بالماء ويتصل بالمنزل بواسطه انبوب طوله 105 متر ويميل جزء منه على الافق بزاويه 60 زي ما انت شايف كده. ماشي، فان ضغط الماء عند قاعده المنزل يعني تحت هنا كده. هقول لك على حاجه، لما تيجي تاخد الارتفاع هتاخد الارتفاع الرأسي، مالكش دعوه بالحاجه، مالكش دعوه بالعمودي، مالكش دعوه بالعمودي. بمعنى بص كده، ده الارتفاع بتاع اللي انا هاخده هنا كده، هو ده الاتش الارتفاع بتاعك. طب اجيبه ازاي ده؟ ايه رايك في الزاويه 60 دي؟ مش لو انا قلت ساين الزاويه اللي هي ساين 60 يعني ساين الزاويه بيساوي المقابل للزاويه اللي هي الاتش اللي انا عايزه على الوتر اللي هو 75، يبقى اقدر اقول له ان الاتش اللي انا عايزه هيبقى عباره عن 75 ساين 60. في عندك مشكله؟ ان شاء الله مفيش مشكله. يبقى الاتش بكام؟ الاتش كده انت جبت الاتش. تعالى بقى بالراحه قول لي، هو بقى بيقول لك ايه؟ طيب خلي بالك ده الاتش ده اللي هو اللي تحت، لكن الاتش كله بقى هتضيف له السته بقى، يعني 75 ساين 60 زائد السته، يبقى الاتش بتاعك هيبقى 75 ساين 60 ده كده مع بعض، واللي يطلع ضيف له السته، كده انت جبت الاتش. هو عايز بقى ليه؟ ضغط الماء عند قاعده الخزان البي بتساوي الرو بتاع الميه موجود، الجي موجود، الاتش موجود. الرو بتاعك بكام؟ ب 1000. الجي بكام؟ مديها لك في المساله هنا ب 10. الاتش بكام؟ قلنا الاتش عندنا بكام؟ الاتش بالرقم ده. تطلع طبعا على الاله الرقم ده وتطلع الرقم ده، الاثنين يمشوا مع بعض. ماشي، بصوا يا شباب، بقى هنا الرو بتاعي قلنا ب 1000، الجي طبعا زي ما هو مدولي في المساله بكام؟ ب 10. الاتش بقى هتبقى بكام؟ هتبقى طبعا الاول هنا اعمل لي 75 ساين 60 تمام، هتساوي، طيب ضيف لها بقى زائد اللي هو 6 متر يديك طبعا يعني تقريبا 70.9 يعني تقريبا كام؟ كلها على بعضها 91 تقريبا 71 تقريبا. ماشي، يبقى الرو بتاعك ب 1000 تمام كده، الرو هيبقى ب 1000، الجي بكام؟ ب 10 في الاتش اللي احنا طلعناه اللي هو كام؟ 70 95. ماشي، يبقى 70 95 في 10000 على طول اللي هو 1000 في كام؟ يساوي ايه ده؟ في 70 95 ضربناش يعني. ماشي، اس اي دي تقريبا 7.1 في 10 أس 5 هي دي. لما نعمل ايه ان جي كده تقريبا هتبقى 7.1 في 10 أس 5، لما نحرك العلامه هيبقى هو ده الرقم اللي عندي اللي هو رقم ج. تمام؟ ان شاء الله تمام. طيب السؤال اللي بعده بقى بيقول لك ايه؟ الشكل المقابل يوضح خزان فارغ يعني ما فيهوش حاجه. طيب قال لك بيملأ بماء ينساب من صنبور بمعدل منتظم. الميه نازله من الحنفيه بمعدل منتظم. طيب يا ترى ايه بقى اللي هيتم؟ تعال نشوف. قال لي بقى اي الاشكال البيانيه التاليه يمثل علاقه بين ضغط الماء ب المؤثر على قاع الخزان ده. تمام كده؟ والزمن تي المنقضي حتى يمتلئ الخزان. اولا بص، هو جايب لك المساحه اللي تحت بنسبه 2 إلى 1. طيب هو لو انا حامله الجزء اللي تحت ده هياخد مني زمن قد ايه؟ هياخد مني زمن ضعف الزمن اللي فوق، يعني لو انا اللي تحت هياخد الزمن 2 تي يبقى اللي فوق ياخد زمن تي.
لو اللي تحت هياخد 4 تي يبقى اللي فوق 2 تي، اللي تحت 6 تي يبقى اللي فوق 3 تي، يعني اللي تحت ضعف اللي فوق. تعالى بقى، هو مين اللي بيمتلئ الاول؟ الجزء اللي تحت. تعالى ما نشوف بقى الجزء اللي تحت هنا، يعني هتبقى بنسبه كام لكام؟ تبقى بنسبه دي كده، بص دي كده بنسبه 2 تي الى 2 تي، دي ما تنفعش 2 الى 2. طبعا دي بنسبه 3 تي، لان 3 مربعات انا جبتها منين؟ مربع الثاني الثالث 3 الى 1، دي ما تنفعش. دي بنسبه مربع اللي هو يعني الجزء اللي تحت ياخد تي والثاني ياخد 4 تي، لا طبعا. الاولاني بقى 2 تي اهو اللي هو الجزء الاولاني، والجزء الثاني بقى اللي هو الزمن الايه؟ الثاني بنسبه 2 تي الى تي، يبقى تاخد ايه؟ السؤال او الاجابه الف. طيب 9 بقى بيقول لي اناء زجاجي مساحه قاعدته ايه؟ به سائلين اكس وواي لا يمتزجان. ارتفاع كل منهم عن قاعده الايه؟ الاناء. ركز كده، عن قاعده الاناء. يعني انا دلوقتي السائل ايه؟ خلي بالك بص، اكس ارتفاعه هو اللي تحت طبعا، فارتفاعه عن قاعده الاناء 1/10، وده ارتفاعه او ده الاكس تحت اهو، ارتفاعه 1/10. طبعا الواي هيبقى فوقه على طول، وده هيبقى ارتفاعه لحد كام؟ 17/100. طبعا لو انا عايز ارتفاع الواي بس هتطرح الاثنين دول من بعض. عايز ارتفاع الاكس من قاعده الخزان يبقى كام؟ 1/10. هو بقى بيقول لك ايه؟ طبعا وانا طالع كده من قاعده الخزان بالراحه كده، وانا طالع كده من قاعده الخزان وصلت للسطح بتاع اكس، بعد كده وصلت للسطح بتاع واي اللي هو هنا بيأثر عليه الضغط الجوي. يعني هنا اعلى الخزان يعني عند 17/100 متر، هو ده قيمه، يعني ده قيمه الضغط الجوي. ماشي. تعال بقى بالراحه معايا كده، بالراحه في السؤال. بيقول لي هنا عايز بقى قيمه الضغط الجوي. قيمه الضغط الجوي اولا عند 17/100، هو ده قيمه الضغط الجوي عند 17/100 متر. تعال كده ما نشوف كده، فين ال 17/100 دي؟ 1/10، دي 15 اهي، دي ال 17/100 اللي هي بين ال2 من 10 وبين الايه؟ دي 17/100. عندها الضغط هو الضغط الجوي اللي هو الرقم ده، هيبقى الضغط بتاعها هو الضغط الجوي اللي هو 9.1 في 10 أس 4، 9.1 في 10 أس 4 اللي هي دي. ماشي. عايز بقى كثافه السائل واي اللي هو الجزء اللي تحت ده. طب الجزء اللي تحت ده ما تاخد بقى كده المثلث بتاعك الجميل كده، هيبقى ايه؟ طبعا ميل العلاقه دي مين؟ روجي. الميل بتاعك هو الروجي بيساوي ايه بقى؟ دلتا بي. دلتا بي اللي هو كام على كام ناقص كام؟ 9 و15 ناقص 9 و1، 9 و15 من 100 ناقص 9 و1. بس خلي بالك الرقمين الناتج اللي هيطلع هيبقى مضروب في كام؟ في 10 أس 4. تمام. على الدلتا دي بقى بالنسبه لي اللي هي كام؟ 17/100 ناقص 1/10. 17/100 ناقص 1/10. لما نشوف كده طبعا اللي هيطلع هتقسمه لسه على الجي، يعني الرقم اللي هيطلع من هنا هنقسمه على الجي عشان احنا عايزين ايه؟ الرو. يبقى 9 دي كده مع بعضها 5/100 في 10 أس 4 على طول. 5/100 في 10 أس 4 ماشي على 7/100 تساوي 714. 714 انا لسه هقسم على الجي بقى، ما هي الرو اللي هيطلع بقى الرقم ده هنقسمه على الجي اللي هنا كام؟ 9.8، يبقى على 9.8 بتساوي طلعت 72 88 تقريبا. هي دي 88 هو الرقم ده. هيطلع الرقم ده معايا اللي هو بالشكل الايه ده كده. ماشي. ده كده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للسؤال رقم 9. السؤال 10 بالراحه كده، ركز معايا. فين 10؟ مفيش 10. كده انا خلصت اسئله المستويات العليا بتاعت مين؟ بتاعت اللي هو الضغط والضغط عند نقطه باطن سائل. ان شاء الله يعني هنبدا على طول في الدرس اللي بعده اللي هو الانبوبه ذات الشعبتين اللي هو الضغط عند نقطه باطن سائل. طبعا هنرجع لكم تاني بعد ما نكمل الشرح بتاع الجزئيه ديت ونرجع لحل كتاب الامتحان. تمام. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.